اخبار فريق المغرب التطواني. نتعرفوا معاه على اخر اخبار مرحبا سارة، مرحبا بكل مستمعي راديو مارس الأوفياء. سارة، فريق المغرب التطواني وبعد ما انهى الموسم يعني الماضي في المركز التاسع ب 35 نقطة بعد انتصارات 11 تعادلات 9 الهزائم. قدر الفريق يسجل 28 هدف 27 هدف عفوا، ودخل المرمى ديالو 28 هدف، بالنسبة هي ناقص هدف. ف المركز التاسع كان نوعا ما هو مركز مطمئن طبعا، ورتبه بالنظر للمعيقات اللي كانت خلال الموسم، وان الفريق سيرته فقط لجنه ديال التصريف عمل مده موسم كامل في ظل الاكراهات الماليه، كيبقى النتيجه مقبوله ونتيجه مستحسنه، وان اللجنه المؤقته حققت الهدف ديالها الاول. وايضا الفريق كان قدر انه يلعب الدور ديال الربع النهائي ديال كاس العرش، وما استطاعش او ما حلفوش الحظ انه يتاهل الادوار متقدمه اكثر. كتبقى هذه النتائج اللي بالنظر كما قلت الاكراهات اللي كانت، المشاكل اللي كانت عند الفريق، وان اللجنه المؤقته هي اللي فقط شرفت على تسير الفريق، فهي النتائج مقبوله جدا. كما ذكرتي، فاللجنه ديال التصريف العمل جلست مع المدرب عبد اللطيف جريندو، مدرب الفريق التطواني اللي باقي له في العقد ديالو سنه، للتدارس حول حول اللاعبين اللي ممكن نغادروا. الانتدابات عليها علامات استفهام كبيره في ظل الازمه الماليه ديال الفريق، وخصوصا تعويض اللاعبين اللي تسالت العقود ديالهم مشاو. ونذكر ان الفريق التطواني فمشاو منه الحدود الساعه 6 ديال اللاعبين، 4 التحقوا بفريق النادي المكناسي واللي هما ياسين جبيره، محمد رضواني، محمد صابر الحارس الثاني، وايضا معاذ قولوس، هلال الفردوسي اللي كيعرف الجميع انه مشى للفريق الرجاء البيضاوي، وكذلك حذيفه المحساني اللي باقي لحد الساعه بلا فريق يناقش العروض اللي عنده. ممكن ان حتى الفريق التطواني يدخل معه في مفاوضات من اجل يعني تجديد العقد ديالو مع الفريق. الفريق ايضا جلس مع جوج لاعبين اللي كانوا على مشارف انتهاء العقود ديالهم، اللي هما زيد بن خرجو ومعاذ كرمون، ومددوا العقود ديالهم لسنتين لموسمين. وايضا جلس اللاعب ياسين امحيح اللي باقي له موسم في العقد ديالو، ولكن الفريق يطمح انه يعني يمدد العقد المواسم اكثر، الاستفاده من هاد اللاعبين الشباب اللي هما يعني خريجي مدرسه المغرب التطواني. كنهضر على ياسين امحيح، معاذ كرمون وزيد الخرجو، اللي قدموا مستويات لا باس بها في المباريات اللي شاركوا فيها في هذا الموسم. خصوصا ياسين امحيح لعب عدد كبير من المباريات بعد ما جاء عبد اللطيف جريندو تولى في القياده التقنيه ديال الفريق، فتق فيه ثقه كبيره، وكان لعب تقريبا كل المباريات مع رفقه عبد اللطيف جريندو، بالاضافه لزيد الخرجو ومعاذ كرمون اللي دخلوا في العديد من المناسبات وقدموا مستويات متميزه. الفريق كيبغي انه يمدد معهم المواسم اكبر للاستفاده من العطاء ديالهم، وايضا للتفادي يعني انه يخسرهم ويمشي يقلب على انتدابات اللي تقدر تكلفوا فلوس اللي ما كايناش دابا في المغرب التطواني. وغير الفلوس اللي ما كايناش، فالحدود الساعه ما كايناش معالم شكون اللي غادي يكون الرئيس ديال المغرب التطواني. الحدود الساعه اللجنه ديال التصرف العمليه قيد الاشتغال على الاعداد للجمع العام الانتخابي اللي غيكون في اغلب الاحوال غيكون في الاخر ديال هذا الشهر هذا، باقي ما تحددش الموعد بالضبط، ولكن غالبا غيكون في الاخر ديال شهر 7. مجموعه من الاسماء من المنخرطين اللي كيتم التداول ديالو، ولكن هما من الناس من اللجنه المؤقته، والاسم الاكثر تداولا هو اسم رئيس اللجنه المؤقته يوسف ازروال، اللي كيراهنوا على المنخرطين انه هو يكون رئيس المكتب المسير القادم للمغرب التطواني. باقي الحدود الساعه ما تحسمش، او ما حسمش حتى يوسف ازروال ما حسمش في القرار ديالو النهائي للترشح ام لا. في حاله ديال الترشح فغينقد الموقف، لكن اكيد انه غيبغيو اعضاء المنخرطين اللي غيكونوا في اللجنه في المكتب المسير عفوا غيبغيو ضمانات اللي باش يقدروا يسيروا الفريق. ملي كنهضر على الضمانات كنقصد الضمانات الماليه. اذا ما ترشحش السي يوسف ازروال فغادي يكون الفريق في مأزق. شكون هو الاسم اللي غادي يكون عنده جرأة انه يجي يسير الفريق، والفريق كيتخبط في مشاكل ماديه كبيره. فعلا ان كاين مجموعه من الفلوس اللي باقا ممكن الفريق يستفاد منها، ولكن كلها غتمشي في ليديتيز ساره. كنعرفوا ان المداخيل الفريق المغرب التطواني كتعتمد بشكل كبير على الجهات المانحه،
او المنح ديال الجهات العموميه، ف الاغلب ديالها كيمشي في تصفيه النزاعات والاجور ديال اللاعبين، ويعني باش تسير الموسم ايضا، واذا كان ممكن تكون هناك انتدابات فخص فلوس اكثر، خص موارد اكثر، وهذا الامر اللي يعيق سير المغرب التطواني، وخص يتلقى له الحل، خص يتجبروا موارد، بالاضافه للموارد اللي كاينه عند الفريق الان تكون موارد اضافيه اللي على الاقل تحل المشاكل الماديه ديال الفريق وثم تسهل التسيير ديالو المادي مستقبلا. المغادرين ذكرت ان مشاو 6 ديال اللعابه، او المهم 5 اللي مشاو رسميا، وواحد حذيفه المحساني باقي ممكن انه يتفاوض مع الفريق اذا ما في ظل العروض اللي عنده، اذا كان العرض ديال المغرب التطواني والافضل ممكن انه يبقى مع الفريق السعودي. ولكن كاين اي لاعبين ايضا اللي مشاو بحال محسن ياجور وعبد الاله حفيظي وعبد الله فرح، جوج كان عندهم عقود مع الفريق، وواحد عقد اعاره اللي هو عبد الله فرح، واللي ما استفدش منهم المغرب التطواني في الموسم الماضي، بحكم انه رغم التعاقد معهم فما قدرش انه يأهلهم. كنذكروا ان المغرب التطواني تعاقد في بدايه الموسم الماضي مع 17 لاعب، 14 فقط اللي قدروا انهم يلعبوا، ومهم يعني وحتى نسبه كبيره من دوك 14 ما كانتش كتلعب بزاف، وثلاثه ما لعبوا حتى دقيقه. واليوم نذكر بالاسماء: محسن ياجور، عبد الله حفيظي وعبد الله فرح، يغادروا الفريق السعودي بعد نهايه العقود ديالهم وعقد الاعاره ديال عبد الله فرح. الان المغرب التطواني الخطوه الاولى الهامه هي تشكيل المكتب المسير، ثم بعد ذلك النظر لكيفيه تسيير المغرب التطواني، الفريق التطواني للموسم المقبل، والماموريه اللي ما غتكونش سهله بالمره في ظل الاكراهات الماليه دائما. وكنظن هذا المشكل هذا فامتد المواسم بالنسبه للفريق الاسطواني هو المعيق الاول للفريق باش انه يرجع لتحقيق النتائج الكبيره اللي كانت قبل واحد 10 سنين صراحه.